السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ ازيكم يا اخواتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة دايما. كالعادة وحشتوني جدا، ربنا يديمكم في حياتي نعمة يا رب، اللهم امين. يلا بقى نبدأ الروتين النهاردة وفيديو النهاردة، ونسمي الله ونصلي على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. هنعمل ايه بقى؟ هنعمل أوضة السفرة هنا، هنروقها كده ونرتبها مع بعض. هنا أنا بضحك على إيه؟ الدباديب دي بصوا اتهرت، اتقطعت، باظت. العيال كلوها. اتقطعت خالص، فأنا قلت خلاص بقى. خدتهم على فكرة، رميتهم في الزبالة. أنا قلت لكم قبل كده أنا ما بحبش الدباديب والكلام ده في البيت، بس الأولاد بتحبها وبيحبوا يلعبوا بيها، لدرجة إن هم كلوها، يعني قطعوها ما خلوش فيها حاجة. فخلاص حاسه ان بقى الفرو اللي جوه الدباديب بدأ يخرج وكده، فقلت خلاص ارميهم بقى واريح دماغي منهم. هنروق بقى ونرتب المكان هنا مع بعض. انا بعمل الروتين ده الساعه كام يا جماعه؟ الروتين ده بعد الفجر. لقيت بقى الاولاد الصغيره نامت والدنيا هدوء، قلت خلاص اشوف ورايا ايه واعمله طول ما انا صاحيه كده، بدل ما اكسل كده، لا اتشجع بقى معاكم وبيكم، واقوم اشوف ورايا ايه. وبدأت اليوم بتاعي، او نهيت اليوم بتاعي، يعني انا ما كنتش لسه نمت. بترويق اوضه السفره هنا. كان بقالنا فتره متهيألي ما عملناش روتين هنا. قلت بقى ايه اعمله معاكم النهارده. هو مش هياخد مننا وقت، انا بس هروق كده وارتب سريعا. فيلا بقى بينا. هنا بقى جبت الفوطه بتاعتي، جبت المعدات. معدات التنظيف. فيلا بينا بقى على تنظيف. والمعدات بتاعتنا الحلوة اللي جايباها معايا دي، جايبة معايا الفوطة الكبيرة دي هنفض بيها الكراسي، والفوطة الصغيرة همسح بيها وهنشف بيها بعد ما اغسل السفرة. معايا طبق فيه شوية اللي هو البريل اللي هو السايب ده، وشوية مية دافية ومعلقة واحدة خل. وقلت اغسل بيها بقى القرص ده اللي هو بتاع السفرة، و وامسح بقى بالفوطة اللي انا جايباها معايا. عدلت الكاميرا، كنت حاسة من اول الفيديو ان الكاميرا واطية شوية، فعلتها معاكم عشان يبقى التصوير احسن. هنا هنبتدي بقى ننفض الكراسي وكده. يا رب لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. النهاردة كام يا جماعة؟ 12 رمضان تقريبا. النهاردة 12. الأيام بتجري بسرعة، والله العظيم بجد الأيام بتجري بسرعة فعلا، تحسوا إن قطر الحياة بيجري. 12 رمضان، أنا حاسة إن احنا كنا بنقول كل سنة وانتم طيبين عشان رمضان داخل علينا، يعني في غمضة عين 12 يوم عدوا. شهر رمضان بحس إنه بيجري بسرعة، سريع قوي. ولا هو عشان شهر واحد بس فما يعني بيجري ما بنحسش بيه؟ ياه لو كل الأيام رمضان، بغض النظر يعني عن الصيام. الناس اللي ما بتحبش الصيام وبيجوعوا بسرعة وبيعطشوا بسرعة، أو إن هم بيشتغلوا شغلانتهم متعبة فغصب عنهم بيعطشوا. ولكن نقدر نقول إن شهر رمضان السنة دي كويس، جاي في وقت خريف، يعني اللي هو ولا منه شتاء قوي ولا منه صيف قوي، بس الأيام حلوة، يعني الأيام مش حر قوي، ودي حاجة كويسة بالنسبة لشهر رمضان أو بالنسبة للصيام. بيكون في قوة تحمل أكتر، لأن إحنا مش بنعطش قوي في الشتاء أو في الوقت الخريف، يعني الحمد لله الجو مش حر قوي. بس بجد أنا بحب شهر رمضان قوي، وكنت بتمنى لو أيام ربنا كلها شهر رمضان بجد. أيام حلوة ومليانة خير ومليانة بركة، وفي لمة، بحس ان في لمة وفي تجمعات في شهر رمضان. العزومات والناس اللي بقالها كتير ما بتشوفش بعض، بتشوف بعض في شهر رمضان. فبجد اللمة حلوة. بصوا هنا بوريكم الفوطة بعد ما مسحت السفرة وغسلتها ونشفتها بالفوطة. بصوا الفرق، بوريكم من الحتة اللي تحت دي الفوشيا بتاعها او البامبا بتاعها نظيف، وبصوا بقى الوساخة اللي طلعت من السفرة. كان لازم بجد اغسلها كل يوم. طبعا انا مش بصور معاكم، بس هو كل يوم طبعا عشان الاكل وكده، وعلشان اصلا العيال وبهدلت العيال كل يوم وانا بروق الشقة اكيد بعملها. حتى انا عملتها معاكم بشكل سريع، اللي هو ما مسحتهاش. ليه؟ لان انا اصلا كنت
يعني كنت مسحاها من قريب في التنظيفات اللي هي بتاعت الكام يوم اللي فاتوا، فكنت مسحاها بس ما صورتش، كنت عاملاها بقى تنظيف عميق جدا. فقلت بقى اعملها معاكم النهارده بشكل سريع او بشكل روتين يومي كده، اللي هو اعملها معاكم بسرعه. هنا السجاده قلت اشيلها كمان بالمره، مع ان كان المفروض اغسل السفره بعد ما اشيل السجاده وانفضها عشان لو طلعت تراب او طلعت حاجه. بس مش مهم بقى تتعوض. الشغل ما بيخلص. بس هو عشان تبقوا فاهمين او اكيد انتوا عارفين اصلا زمانكم بتعيبوا عليا. المفروض ان احنا نشيل السجادة ونكنس، وبعدين نبتدي ان احنا نغسل السفرة او نمسحها او كده، عشان لو كان في تراب طلع ولا حاجة يبقى احنا عملنا وغسلنا بعد التراب والتنظيف وكده والترويق والتنفيض. بس مش مهم، ملحوقة يعني. يا رب. بنوسع بقى كده المكان، وبنوسع للسفرة كده عشان اعرف اجيب تحتها كويس، وشلت السجادة خالص نفضتها وسبتها كده جنب باب الشقة. قلت لما اخلص خالص نجيبها تاني نفرشها مع بعض. وكنوس يا ست صبوحة، مرناش حاجة غير الكنس والتنفيض والترويق والمسح. مش عارفة احنا ورانا ايه بقى غير شغل البيت، معرفش. يلا الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر. يلا رجعي بقى السفرة مكانها. ما مسحتش معاكم ها، لان الأوضة كانت ممسوحة. احنا بس عشان وما باكلش اصلا على السفرة كتير، احنا يعني مش من هوايات القعدة على السفرة انا او الاولاد او كده، يعني مش من هوايات القعاد على السفرة والاكل على السفرة الا كل فين وفين. فانا عملتها معاكم ليه بشكل سريع كده، لان هي كانت نظيفة وتمام وزي الفل، بس كنا عليها قلنا بقى يعني نشجع السفرة شوية. يعني بما ان هي محطوطة ديكور، لا نشجع السفرة شوية ونفطر بقى عليها. فلما فطرنا في فتافيت اكل وقعت، فكنت عايزة اكنس الارض. كان ما كانش فيه مفرش اللي هو المشمع ده، مش كنت كان مسحاه اقصد، ومنضفاه ومنشفاه وركناه على جنب. فين بقى الجنب اللي انا راكنه فيه ده؟ مش عارفه. فلما جينا ناكل قعدت ادور عليه ما لقيتوش، فكلنا من غير المشمع. بعد ما خلصنا اكل مسحت كده المسحه عاديه يعني بالفوطه كده مطرح مكاننا السفره، لكن ما كنتش غسلتها. عملتها بشكل سريع يعني بعد الاكل على طول، ولميت الدنيا كده ايه اي كلام وخلاص. لان الاولاد كانت عامله قلق معايا، ما كنتش عارفه اعمل حاجه منهم. فعشان كده لما ناموا قلت اتشجع بقى واعملها بقى بجد. فكنستها عشان الفتافيت اللي في الارض، وغسلت القرص بتاع السفرة ده من فوق الترابيزه نفسها، عشان كنا كنا عليها وما غسلتهاش. آه، الارض هنا مكنوسه. زي ما شفت لما شلت السجاد. كنست انا بس لقيت في بقعة كده في الارض، قلت لو سهلت ان انا اشيلها لكن لقيتها ثابتة. قلت بقى تبقى تطلع في المسيح مرة تانية بقى، وانا همسح مخصوص عشان دي. مرة تانية بقى. انا اصلا كنت نعسانة وعايزة انام. انا قلت لكم الروتين ده بعد الفجر، وبعد ما الاولاد نامت، وده يعتبر نهيت بيومي. يعني مش بقى بدأت يومي بعد الفجر، لا ده انا كنت بنهي يومي. لقيت الاولاد نامت، قلت اعمل بقى السفرة زي ما قلت لكم بعد ما خلصنا اكل، ما كنتش عملتها كويس فاعملها بقى معاكم. والاولاد نامت وخلصها. المهم ان انا كده عملتها وكده تمام ومية فل و14، وبقول لكم ان ده شكل النهائي وكده. ما تنسوش اللايك. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.